انا شفت فيديو على السوشيال ميديا، ويمكن ده بقى معظم الفيديوهات اللي موجودة حاليا على السوشيال ميديا عامة، يعني في فرحانه أوقات بيها التخرج. ان حتى انا في وقتها في وقت المكان ده انا كنت فرحانه بفرحه بنتي ان هي فرحانه. اول مره فرح لا بتكلم حد ولا بتضحك ولا بتهرج، حتى لو في وسط عيله بنات قاعده بتهيص وبتاع، انا بتحايل عليها عشان تقوم تقف وسطهم ما بترضاش. بس احذري من الكاميرا اللي بتصورك. يعني الفيديو اللي انا شفته ده، البنت بتتصور فرحانة بتخرجها وكل حاجة، مفيش مشكلة، ما عنديش ادنى مشكلة عن ان تكون فرحانة، بس ان هي عارفة ان هي بتتصور، وعارفة ان الكاميرا قصادها وبتصورها، وعارفة ان اللي بيصورها ده اكيد عنده صفحات على السوشيال ميديا وهتنزل لها على السوشيال ميديا، وبترقص وما عندهاش اي مشكلة، يبقى بعد كده ما تجيش تعيط وتطلع تشتكي هي واهلها. لانك انت في البداية عندك انك ما تعمليش كده، عندك انك ما ترقصيش في وسط الشباب، ما ترقصيش كده وترجعي تعيطي بعدين تقولي انا بفرح بتخرجي. ما هو انت فرحك بتخرجك مش كده، مش انك ترقصي في وسط الشباب برقصك اللي انت بترقصيه ده. الرقص اللي انت بترقصيه ده في وسط الشباب وفي وسط التخرج بتاعك ده مش تخرج. وبعد كده بنرجع نعيط والاهالي بترجع تعيط معاهم. ما هو انت واقفه قصاد الكاميرا وعارفه ان ده هينزل لك على السوشيال ميديا، وفي قبلك ناس برضك وما تعصتيش. يعني انت بترقصي وعارفه ان الكاميرا قصادك وعارفه ان الفيديو هينزل لك على السوشيال ميديا، ليه بعد كده بنرجع نعيط؟ ليه؟